الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الدارس عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والموسومة تحقيق شرط الزركشي لمختصر الخرقي، والمكونة من فضيلة الشيخ صالح بن محمد البحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض، وعبد الله العلي الركبان المشرف على الرسالة. وقررت بالإجماع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى. فنتمنى له وللحاضرين التوفيق، وأن ينفع الله به ويهدينا وإياه إلى سبيل الرشاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة في الدور الثاني يا أخوان.